السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم بفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. النهارده راجعه بحاجة حلوة بقى. النهارده هنعمل قمر الدين. عملت ازاي القمر الدين ده؟ اللفة جاهزة من عند اللي احنا بنجيبها في حاجة رمضان. اللفة جاهزة. انا متعودة ان انا كنت اخزن مش لكن ما لحقتوش السنه دي بصراحه ان انا اخزنه واعمله، فجبت اللفه جاهزه. اللفه جاهزه اهي. حطيتها في شويه ميه، قطعتها حتت صغيره وحطيتها في معيار ميه، كوز ميه قد لتر ميه كده، وسيحتها لغايه لما ساحت خالص. وبعدين رحت حاطه عليها السكر اللي انتوا بقى شوفوا انتوا بتحبوه مسكر قوي مش مسكر قوي، حسب ما انتوا ايه عايزين. فانا عملته حسب اللفه اللي عندي وحسب ما احنا بناكلها. زي ما انتوا شايفين كده السكر مع اللفه دابوا مع بعض. وبعدين رحت جايبه النشا، 3 4 معالق نشا كده، برضو حسب ما بتلف ايه معاكم. اهو زي ما انتوا شايفينه كده. وهصب قصادكم في الاطباق. وغلي جامد قوي قوي لغايه لما لف معايا. وهوريكم اللفه عامله ازاي، او هو قوامه عامل ازاي. اه بصوا يا حبايبي، قوامه اهو. هو ده القوام اللي انا عايزاه اهو. بس خلاص كده. وانا ايه هحطه في الاطباق واوريكم بعد ما احطه شكله عامل ازاي. بصوا حبايبي اهو، صبيته غرفته في الاطباق. وانا عندي هنا عامله مكسرات: فستق على لوز على عين جمل على بندق على زبيب اهي. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، على جوز هند. وكل المكسرات دي بقى هرشها على ايه، على وش القمر الدين كده اهو. هعمل الاطباق كلها وارجع اوريكم الشكل النهائي. اهو يا حبايبي رشيتهم كلهم اهو، زي ما انتم شايفين كده الطبق اهو اهو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.